نحن لا ننكر أن القرآن يستشفى به كرقية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الرقية دي متفق عليها، ما عندنا مشكلة. الرقية بالقرآن الكريم، الرقية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما في زول انكر. نحن نرقي أنفسنا وندعو الناس أن يرقي أحدهم نفسه إذا مرض بالقرآن الكريم، ما عندنا مشكلة، ما في مشكلة في الحكاية دي. القضية هذه ما فيها مشكلة، لكن الناس اللي عندهم سمائم بتاع السحر بديك يا مقفل. عدني بالله الكتاب ده طبعا 231. ده العلاج عند ناس حامد، مش قرآن، ده الظاهرة بتاع السمانية. قال الشيخ بتاعه ومنها في الاستشفاء قوله رضي الله عنه يكتب لمن به حمى هذه الأسماء: شقش، شقموش، نمو، شلخ، راعي المنخ، أبو نوخ، العجل، الساعة. ده قرآن؟ ده قرآن؟ ده قرآن يا حامد؟ ده قرآن الله يهديك. هذا دجل، هذه شعوذة. ودي الحجبات بتاعت ناس حامد، ودي الكتب بتاعتهم ما بيكتبوا قرآن في داخل التميمة، وإن كانت التميمة في القرآن مختلف فيها أصلا بين العلماء.